السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، هذا هو الجزء الثاني في قصة خروج المهدي عليه السلام. المهدي هو رجل صالح من المسلمين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسم النبي محمد أو أحمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي عبد الله. والأرض تنتظر ظهور المهدي، وذلك في وقت سيقدره الله سبحانه وتعالى، إذ لا يعلم وقت ظهوره ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو من الأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بعلمها. ويخرج المهدي في آخر الزمان عما قريب إن شاء الله، يؤيد الله رب العالمين به الدين، ويمكث في الأمة 7 سنين أو 8 أو 9 سنين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وتنعم الأمة الإسلامية خلال عهده نعمة لم تنعم بها قط، بعد أن تكون ذاقت شتى أنواع الابتلاء من جوع وخوف وقتل وغير ذلك من الفتن، فتخرج الأرض في عهده نباتها بعهد آدم عليه السلام، وتمطر السماء قطرها، ويعطي المال بغير عدد. نسأل الله تعالى أن يعجل بخروجه وظهوره ليقود الأمة، ليكون الخليفة العادل الذي يحكم فينا شرع الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي زمان المهدي تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. وأما عن شكل المهدي عليه السلام وصفته الخلقية، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المهدي بأنه أجل الجبهة، أي واسع الجبهة ومنحسر الشعر عن الجبهة قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم أن المهدي أقنى الأنف، أي الذي له أرنبة دقيقة وله حدة في الوسط أو دقة في الوسط، وهذا الوصف يدل على جماله الخلقي وحسن صورته ومنظره. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك 7 سنين. الله تبارك وتعالى سيصلح المهدي ويهيئه للإمارة والخلافة في ليلة واحدة، كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، أي يهيئه للإمارة والخلافة في ليلة واحدة. ويؤيده الله عز وجل بنصره وعونه، إذ أن ظهور المهدي ليس أمرا كسبيا منه، أي لا ينبغي أن يقول أحد إنني سأجتهد في العبادة والطاعة لأكون المهدي، فإن الله تعالى يظهره ويؤيده، لأن ظهور المهدي ليس أمرا كسبيا، كما أن النبوة كذلك ليست أمرا كسبيا، وإنما لأن ظهور المهدي أمر قدري في وقت يريده الله رب العالمين. لذلك لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالمهدي وأن ننتظره وأن نقول أننا سنكون معه، لأن وقت ظهوره لا يعلمه إلا الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تذهبوا أو لا تنقضي الدنيا
أو لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله عز وجل رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها. قال صلى الله عليه وسلم: فيلبث فيكم 7 أو 8 فإن أكثر ف9، يعني سنين. وهناك تعليق لشيخنا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذا الموضوع. قال رحمه الله: ما أظن أن هذا أوان ظهور المهدي، فهذا مقتضى السنة الكونية، وما أحسب المهدي يقدر خلال 7 سنين على أن يحدث من التغيير في العالم أكثر مما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. قال رحمه الله: وظني أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب، فريدا في علمه، فريدا في ورعه، فريدا في عبادته، فريدا في خلقه وخلقه، وأنه سيظهر وقد تهيأ العالم الإسلامي وقد صلح فيه أمر الأمة وتمت فيه مرحلتنا وهي التصفية والتربية، ولم يبق إلا ظهور القائد المصلح الذي يقود الأمة وهو المهدي عليه السلام. ثم قال رحمه الله: فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله عز وجل على رأس كل 100 سنة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. قال رحمه الله: فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض، بل والعكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته. فما عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماؤهم إلا القليل منهم اتخذهم الناس رؤوسا وهم رؤوس جهال كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حينئذ لا يستطيع المهدي أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد وتحت راية واحدة، وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله به أعلم، فالشرع والعقل معا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلى أن يقودهم إلى النصر، وإن لم يخرج فقد قاموا بواجبهم، والله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انتهى كلامه رحمه الله. فلقد خرج أناس كثيرون كل يدعي أنه المهدي، فكيف نعلم أن هذا الرجل الذي يقول في مكة أنه المهدي أنه هو المهدي حقا الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأن المهدي نفسه لا يعلم أنه المهدي إلا في الليلة التي يصلحه الله رب العالمين فيها، وهذا أمر مهم جدا. والجواب على ذلك أيها الأحبة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا علامة أكيدة مميزة للمهدي دون غيره من الأدعياء الكذابين، كما روى الإمام مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العجب أن أناسا من أمتي يؤمون البيت الحرام لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف الله بهم الأرض. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. والبيداء هي بيداء المدينة كما قال أهل العلم. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: يعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة، والله أعلم. وقد يسأل سائل ويقول: قد علمنا أن المهدي لا يعلم نفسه أنه هو المهدي إلا في الليلة التي يصلحه الله رب العالمين فيها، فكيف عرف ممن هم حوله والذين يعوذون بالبيت معه؟ كيف عرف هؤلاء أن الذي نصروه وآزروه هو المهدي الذي نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق: إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث قد وصف لنا المهدي صفته الخلقية بوصف دقيق كما بينا سابقا، وكذلك اسمه وكنيته، وكذلك الفترة الزمنية التي يعيشها المسلمون قبيل خروجه من ظلم وتعسف وجور. وهذا ليس مقصورا على المسلمين فحسب، بل سيتعدى غيرهم إلى أن يسود هذا الظلم أنحاء المعمورة جميعها، كما بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: لتملأن الأرض ظلما وجورا، فإذا ملئت ظلما وجورا يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ويزداد يقينا عند متبعيه أنه هو المهدي بإصلاح الله رب العالمين له. وهذه العلامة وغيرها لا يعلمها عامة الناس إلا من الله رب العالمين عليه بهذا العلم الصحيح بمنهج أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة، فتتجلى الحقيقة أمامهم وتتضح كوضوح الشمس وسط النهار، فيسارعون إلى بيعته بين الركن والمقام، كما بين ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تظهر الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ يذاع خبر المهدي وظهوره وبيعة الناس له في مكة حتى يصل إلى مسامع الحكام من العرب والمسلمين، فيجهزون جيشا عظيما لقتاله في مكة وفي وسط الكعبة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا كان هذا الجيش ذاهبا لمحاربة المهدي ومن معه من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: إذ خسف الله بهم الأرض، فيهلكهم الله تعالى بالخسف، ويزلزل الله تعالى الأرض من تحتهم عند وصولهم في البيداء، وهو مكان بين مكة والمدينة، كما بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الله تعالى ومنة، أنه كفى الفئة القليلة المؤمنة هذا الجيش العرمرم الكبير. وهنا يتجلى مصداق قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فيكون الخسف في وسط الجيش، تنشق الأرض وتبتلعهم، فيعلو صراخ الجند أثناء الخسف بهم، فيضطرب الجنود المدججون بالسلاح الذين في مقدمة الجيش وينادون من هم في المؤخرة ماذا حدث، وإذا بالخسف الثاني يعقب الأول، يعقبه خسف في أوله ثم خسف بآخره، فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي سيذيع خبر مصرعهم. وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى: فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال صلى الله عليه وسلم: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فيبقي الله عز وجل رجلا ليخبر الناس خلفه عن هذا الخسف الذي نزل بأمر الله عز وجل وحل بالجيش، ليشتهر وينتشر أمر المهدي وخبره. وهذه هي العلامة الأكيدة والمميزة لظهوره. فإذا ظهر رجل في مكة وأعلن عن نفسه أنه المهدي وبايعه على ذلك فئة قليلة في بادئ الأمر، وخرج على أثر ذلك جيش لقتاله، فخسف الله عز وجل بهذا الجيش الأرض، علمنا بأن هذا الرجل هو المهدي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كل المسلمين على وجه الأرض في هذه اللحظة سيعلمون أن الرجل الذي ظهر بمكة هو المهدي، وحينئذ يرحل كل مسلم على وجه الأرض ليبايعه، وتصبح البيعة هنا واجبة فرض عين، ثم يتقدم المهدي هذه الجحافل المؤمنة الطائعة ليقود بهم الملاحم الأخيرة. فما هي أهم الملاحم والحروب التي سيقود فيها المهدي كتائب المسلمين المؤمنين في آخر الزمان؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في الجزء الثالث، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء. وأخيرا أيها الأحبة، يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إن مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع عليه الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه، والحمد لله رب العالمين.